السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا. طبعا بما اننا عملنا مع بعض الكحك وعملنا مع بعض الغريبة، فحبينا النهاردة نعمل الحاجة الأساسية للعيد وهي البسكوت. طبعا دي عشقها أطفال قبل الكبار. ده فطارنا الأساسي في العيد كده، كوباية الشاي أو كوباية اللبن أو الشاي بلبن مع البسكوتين بتوعنا. تعالوا نشوف عملنا البسكوت بتاعنا ده ازاي، وايه كانت مقاديرنا عشان يطلع معانا ما شاء الله شكله جميل كده، وما شاء الله كمان طالع معانا كمية حلوة جدا ومن مقادير بسيطة جدا. طبعا قبل ما نبدأ نقول أي حاجة وقبل ما نتكلم في أي حاجة أو في مقادير، ما ننساش نصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونسمي الله ونذكر ربنا كتير. ده عامل أساسي في نجاح أي وصفة ليكي. زي ما انتوا شايفين، بصوا لونه جميل ازاي، بصوا شكله جميل ازاي. اللي على ايدي اللي انا بكسرها دلوقتي دي انا مخلياها سواها، يعني مش مقرمش شوية، تمام. انا مسوية نصه مقرمش عشان انا بحبه مقرمش جدا، والنص التاني مدياله السوا بتاعه يبقى يعني مش ناشف قوي، تمام. فده طبعا السوا احنا هنشوف ازاي هنتحكم فيه وازاي هيطلع معانا بالنتيجة اللي احنا نحبها. يلا بينا نبدأ بسم الله، وتعالوا نشوف مقاديرنا مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. اهي مقاديرنا مع بعض. ايه ده بقى المقادير؟ ده كيلو من الدقيق، كيلو من الدقيق، دقيق فاخر، دقيق ضحى او اي دقيق فاخر. انا طبعا مش متوفر عندي دقيق ضحى، فانا عملت بدقيق الحبوبة. بس اهم حاجة زي ما انتوا شفتوا كده مكتوب عليه دقيق ابيض فاخر، ومرسوم عليه ان هو متخصص في الحاجات اللي هي حاجات العيد والكحك والبسكوت والحاجات دي كلها. ومعانا على كيلو الدقيق رشة الملح اللي احنا شايفينها الصغننة دي، ونص كيلو من الزبدة. طب هعرف ازاي ان هو نص كيلو؟ النص كيلو الزبدة يعمل كوبايتين ونص من الزبدة، قد الفنجان اللي انتوا شايفينه في ايديا ده، قد كوباية الشاي. كوباية الشاي اللي عندكم العادية كوبايتين ونص منها. ومعانا 4 بيضات، تمام. ومعانا هنا كوبايتين الا معلقتين كده سكر بودر. انتي طبعا بتحبي السكر زيادة بتكتريه عن كده، انا ما بحبش السكر عندي اكتر من كده لان ما بحبش ان هو يبقى السكر فيه زايد قوي. ومعانا فانيليا وبيكنج باودر ونشادر. البيكنج باودر نص كيس بس 10 جرام، يعني معلقة كبيرة، تمام. ومعانا ربع كوباية من اللبن. هرجع واعيد تاني بسرعة كده المقادير مع بعض. كيلو دقيق عليه نص كيلو زبدة عليه 4 بيضات عليه كوبايتين الا معلقتين سكر بودر لو انتي بتحبي السكر خفيف. ومعانا النشادر، وهنعرف مقدارها قد ايه دلوقتي واحنا بنحطها. ومعانا نص كيس من البيكنج باودر والفانيليا وربع كوباية من اللبن. تمام كده حبايبي. هنبدأ كده نشتغل في الحاجة بتاعتنا. أهم حاجة الدقيق بتاعي منخول، ده لازم تنخلوا الدقيق قبل أي حاجة. وزي ما لو انتوا واخدين بالكم، انا مش يعني الشغل اللي انا شغاله دلوقتي ده انا مش في المطبخ، انا شغاله في الاوضه جوه، لان عامل اساسي من نجاح الوصفه بتاعتك بما اننا في الحر الرهيب اللي احنا فيه ده. لازم درجه حراره الغرفه ما تبقاش حر، او ما تبقاش درجة الحرارة عندك عالية. لازم يبقى فيه رطوبة في المكان اللي انتي هتشتغلي فيه، يعني لازم تبقي جنب مروحة، جنب تكييف، لازم تبقي في درجة حرارة يعني فيها رطوبة وانتي شغالة، بالذات في البسكوت. لان انتي لو انتي بعد ما خلطتي الخليط اللي احنا هنخلطه ده كله وفي مكان حر قوي، الزبدة هتبدأ تفصل منك والحاجة هتبوظ منك. احنا زي ما شفنا كده انا ضربت الزبدة بتاعتي لوحدها كويس لحد ما دابت، لان الزبدة معايا انا طلعتها من التلاجة قبل ما اشتغل بالحاجة قبلها بساعة. الزبدة والبيض لازم اطلعهم قبل ما اشتغل بساعة، تمام. يا دوبك فكت، ولازم درجة الزبدة عندي تكون محتفظة برطوبتها زي ما هي، وفي نفس الوقت مش سايحة معايا، تبقى لسه ساقعة شوية، تمام. وزي ما انتوا شفتوا كده هبدأ الشغل فيها. انا بعد ما ضربتها لوحدها بدأت انزل بالسكر البودر بتاعي واضربها مرة كمان لحد ما اوصل لقوام كريمي، تبقى عاملة زي الكريمة. سوري. هفضل بقى اضرب كده
وقت تقريبا من 10 ل15 دقيقة لحد ما اوصل للقوام الكريمي بتاعي المظبوط، عشان خاطر زي ما انتوا شايفين بصوا كده ابيضت معايا ووصلت لقوام كده كريمي، عامل زي الجبنة كده، زي الكيري او الحاجات اللي هي الجبنة الكريمية كده. تمام، او زي الكريم شانتيه، بيبقى قوام كده ناعم. شايفين شكله ده بيبقى الشكل الصح بتاعه. تمام. هبدأ كده بما اني اهو زي ما انتوا شايفين بصوا انا بوريكم القوام بتاعه عامل ازاي، لازم توصلي للقوام الحلو ده. بعد كده بقى هنبدأ ان احنا ننزل بالبيض بتاعنا بيضة بيضة. احنا طبعا زي ما وريكم انا حطيت الفانيليا على البيض، لازم الفانيليا على البيض. وهنبدأ ان احنا ننزل بضاية عليه وندوبها، لازم ندوبها كويس جدا على الخليط بتاعي. وبعد كده ابدأ انزل بالبيضة التانية، ما ينفعش انزل بيهم كلهم مرة واحدة. تمام. انا كده هفضل اضرب بضاية بضاية. هوريكم بس وانا بضرب البيضتين، وبعد كده هكمل انا الباقي لاني مش عايزه ازود عليكم وقت اكتر من كده ولا نطول عليكم بزياده. زي ما احنا شايفين كده انا كده ضربت اول بيضه، شفتوا انا دوبتها خالص الاول. بعد كده هبدا ان انا انزل بالبيضه التانية، وهكذا لحد ما اخلص البيض بتاعي كله. طبعا وانا شغالة في الخليط بتاعي ده، انا مسخنة الفرن بتاعي، مولعاه على درجة حرارة 180 درجة حرارة. تمام، عشان خاطر لازم يكون الفرن بتاعك سخن وانتي هتبدأي ان انتي تحطي فيه البسكوت بتاعك. البسكوت طبعا من الحاجات اللي ما بيتخمرش اساسا، لان هو ما فيهوش خميره. انتي بتشتغلي فيه وتخلصيه وتبدأي على طول ان انتي تحطيه في السجان بتاعتك وتبدأي شغل فيه على طول. زي ما احنا شايفين كده انا معايا معلقه صغيره مليانه و يعني وسنه كمان منها، يعني قولوا معلقه مليانه على الاخر، من معلقه صغيره مليانه نشادر، على بدوبها في ربع كوبايه من اللبن. طبعا لو انت عايزه تعمليه بالبرتقال بتبدلي اللبن اللي احنا عاملينه دوت بمقداره، نفس المقدار دوت برتقال، ومعاه ريحه البرتقال او اسانس البرتقال ده بتجيبيه من عند العطار. بس انا صراحه بفضل اللي هو بيبقى باللبن والنشادر، بحس فيه اكتر ان هو ده فعلا بسكوت العيد. تمام. دوبته كده كويس جدا، وبعد كده بقى هضربه على الخليط. وبعد كده هبدأ بقى اخر حاجة ان انا انزل بالدقيق بتاعي. اما كده قلبته مع بعضه كويس جدا. بعد كده المرحلة اللي بعد كده عادي تشتغلي فيها بايديكي عادي جدا. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، بدأت بقى كده ان انا انزل بالدقيق بتاعي على الخليط، وهبدأ بقى الشغل في المرحلة دي بايديا. طبعا انا غاسلة ايديا كويس جدا وهبدأ شغل فيها. زي ما قلتلكوا كتير في فيديوهاتي، انا ما بحبش الجلافز صراحة، مش برتاح في الشغل بيه، ما بحسش نفسي عارفة اتحكم في الحاجة، ولا عارفة اعرف اذا كنت انا القوام بتاعي مظبوط ولا لا. فانا كده شغاله بايديا، وبعد كده هنزل الدقيق شويه بشويه. ما ينفعش تنزلي بالمقدار كله معاكي، لاني لازم تشوفي القوام بتاعك مظبوط ولا لا، لان ممكن الدقيق بتاعك ما تستخدموش كله. يعني انا مثلا في البسكوت ده انا ما استخدمتش الكيلو كله، انا فاض مني تقريبا كوبايه الا ربع من الدقيق. حتى هوريها لكم دلوقتي في الفيديو ان انا ما خدتش الدقيق كله الكيلو، شلت منه كوبايه الا ربع. فلازم ما تحطيش الدقيق بتاعك كله، انتي بتاخدي شويه بشويه لحد ما توصلي للقوام اللي انتي شايفاه بيكون معاكي، تعرفي ان انتي تعملي بيه بكيس الحلواني بكل سهوله، لان لازم يكون سلس معاكي وانتي بتشكلي عشان خاطر يطلع معاكي مظبوط. بصوا هو ده القوام اللي انا بحكي لكم عليه، شايفينه؟ بصوا ما شاء الله طري ازاي.
لازم يكون طري كده معاكي عشان خاطر تعرفي تشتغلي بالكيس بتاعك، لان انتي مش شغاله بمكنه. هو ده اللي فاض مني من كيلو دقيق. تمام. لازم نراعي ان احنا دلوقتي الشغل اللي احنا شغالينه بكيس الحلواني. طب انا لو شغاله بالمكنه هعمل ايه؟ هتزودي تقريبا ربع كيلو كمان من الدقيق. سوري طبعا على الدقيق اللي واقع ده، بس مكان الشغل ومكان الحاجه اللي انا كنت شغاله فيها، فالدقيق كان بيطير من المضرب وانا بضربه، فعشان كده وقع على المفرش بتاعي. هرجع واقول لكم تاني، لازم يكون في مروحة او تكييف جنبك وانت شغالة في البسكوت بالذات، عشان الزبدة اللي انت شغالة فيها سواء بسكوت او البيتي فور او اي حاجة فيها زبدة، عشان خاطر ان هي ما تسحش منك بعد ما تعجنيها. وطبعا انت ممكن الزبدة اللي احنا استخدمناها ممكن تحطي نصها زبدة ونصها سمنة، ممكن تعمليها سمنة بس لو بتتكلمي على افضل نتيجة واحلى نتيجة، فالاحسن واللي يستحسن ان انت تعمليه بالزبدة صافي. هتديكي نتيجة فعلا فعلا زي ما بتجيبيه من بره، مفيش اي فرق، بل بالعكس الاحسن. انتي لازم بقى وانتي كده زي ما انتوا شايفين، بصوا البلبله اللي انا شغاله بيها دي، انتي بتروحي عند الراجل الحلواني بتقولي له لو سمحت عايزه بلبله لبسكوت العيد. شايفينها كده؟ انا مقربه اهو الكاميرا منها خالص عشان اوريكم قد ايه الشكل اللي هي شكل البسكوت، بالبله بتاعت شكل البسكوت. تمام. انت بتبقي وانت شغاله كده وبتعملي البسكوته زي ما احنا شايفين، بصوا انا بعد عن الصينيه كده مقدار نص سنتي بس كده وانا بعملها، عشان ما ينفعش تبقي لازقه الكيس الحلواني كده جوه الصينيه، هتطلع معاكي تخينه وهتفرش معاكي البسكوتايه وهتطلع مش مظبوطه معاكي. دي هنا كده بعد ما دخلت الصينية بتاعتي على درجة حرارة زي ما قلت لكم 180 وربع ساعة بالظبط. تمام. دي هنا كده اللي قلت لكم في اول الفيديو ان انا عامله نص مقرمش شويه، ده كده كان المقرمش خد معايا 17 دقيقه، يعني خد معايا دقيقتين زياده. اما اللي هو كان زي ما احنا شايفينه كده الفاتح ده خد معايا بالظبط 15 دقيقة. ما بيزيدش عن كده يا جماعة، عشان خاطر لو وصل لأكتر من كده هيتحرق معاكم. لازم يبقى من تحت زي ما احنا شفنا لونه ذهبي حلو كده، ومن فوق يا دوبك واخد وش، مش عايزينه ان هو يتحرق معانا. تمام. ما شاء الله الله اكبر، الكيلو طلع لي تقريبا 2.5 كيلو بسكوت من كيلو دقيق. احسن بكتير من انك تشتريه جاهز، والكيلو هيبقى عشان تجيبي الكمية دي هتبقى بمبلغ وقدره. اتمنى بامر الله يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان شاء الله ما نكونش ضيوف تقال عليكم ولا طولنا عليكم، ويا رب تجربوه ويعجبكم، والوصفة تقولي له رأيكم عليها في الكومنتات بتاعتكم. ما تنسونيش في اللايك في الشير في السبسكرايب، ولو زي ما قلت لكم لو انتوا جداد معانا واول مرة تشوفوا قناتنا فشرفتونا ونورتونا واسعدتونا، وما تنسوناش في الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بامر الله. ومتنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويا رب بامر الله لما تجربوها استنى رايكم ان هي بجد عجبتكم وان نالت اعجابكم بامر الله. اسيبكم في رعاية الله يا حبايب قلبي، وهرجع واقول لكم تاني كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا في صحة وهنا وسعادة يا رب. مع الف سلامة حبايب قلبي. باي باي.